لما تكون في العراق وتجيلك استغاثة من الشام، الصحراء ما بتبقاش عائق، ما بتبقاش طريقك للخلود. أبو بكر الصديق بعت لخالد بن الوليد: الحق المسلمين في الشام. خالد ما خدش الطريق السهل، خد طريق الموت. قطع صحراء السماوة في 5 أيام بس. خطته في مسابقة الزمن دي كانت بتعتمد على إعطاش الإبل عشان تخزن مية، وفي نص الطريق كان بيذبحها عشان يسقي الخيل. وصل خالد بن الوليد لليرموك ولقى الجيش في حالة تشتت قيادي. كل قائد جيش عاوز يقود. ساعتها يجي دور القائد الحقيقي. خالد وقف وقال كلمته المشهورة: إن هذا يوم من أيام الله، لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم. واقترح عليهم اقتراح عبقري: نخلي القيادة دورية، وكل يوم واحد فينا يقود. وطبعا خالد بدأ بأول يوم، واليوم ده ما خلصش إلا واليرموك اتحسمت. ساعتها خالد بدأ بإعادة هيكلة الجيش من جديد. حولهم من كر وفر لنظام الكراديس، أو ما يسمى بالكتائب المنظمة. قسم الجيش من 36 ل 40 كردوس عشان يدي إيحاء للروم إن العدد أكبر بكتير، وعشان يسهل السيطرة على التحركات السريعة. وهنا تيجي اللحظة اللي كلنا مستنينها. الجيشين وقفوا قصاد بعض، 240 ألف ضد 36 ألف، والسكوت اللي قبل العاصفة كان مرعب.